فواحد بقى مستلمني بقاله يومين وعمال يبعت لي في مسجات عايز طريقه القهوه البندق، طريقه القهوه البندق. تعالى يا عم بص، علبه الكريمر دي هتلاقيها في اي سوبر ماركت عامه كده، وهتلاقي في منها انواع زي نسله، زي انواع كتير جدا. العلبه ديت هتلاقيها بحوالي 48 جنيه. تمام، من العلبه دي حوالي 150 جرام. هتحط ال 150 جرام بتوعك وهتروح عند اي بتاع مستلزمات حلال تقول له انا عايز كمينه بندق، كمينه بندق. ولو طبعا لو جربته وعجبك لازم تجيب العلبه دي لانها توفر عليك كتير جدا، وتجيب الكريمر كمان من عند العطار لو انت عايز. هتلاقي بقى المطحن بن او بن ساده من عندك هتحط 75 جرام، هم دول بن برازيلي، هو الاحسن طريقه ان انت تعمل بيها البندق والبن البرازيلي. كيس فانيليا من عند السوبر ماركت وهتحطه في قلب البن عامه. هتروح بقى عند السوبر ماركت برضك تاني وهتجيب لبن الاساس، عشان لو انت مش عايز تستخدمها بلبن. طبعا في ناس بتحبها بلبن وناس بتحبهاش بلبن، بس انا بشوف ان البندق افضل حاجه ليها بلبن. هتبدا تقلب الخليط كله تمام، وحاول تقفل الشبابيك علشان الناس ما تسالكش انت بتعمل ايه، لان طبعا الريحه هتبقى نفاذه وهتبص هتبخر البيت كله. ولو انت محتاج اي طريقه عامه ممكن تكلمني.